ليلة النصف من شعبان هتبتدي، ركز قوي، من مغرب يوم الخميس اللي هو 14 شعبان لغاية فجر يوم الجمعة اللي هو 15 شعبان. هو ده وقت ليلة النصف من شعبان. والله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عليك ومن لطف ربنا بيك ومن كتر ما ربنا سبحانه وتعالى بيحبك انت، في ليلة النصف من شعبان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها مهما كانت قد ايه. برضه ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها، حتى لو كانت من الكبائر، لو انت تبت ربنا سبحانه وتعالى منها واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى عليها. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى عليك ومن لطف ربنا بيك، ربنا سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان هيصفيك كده من كل الذنوب اللي انت عملتها، مش هيخلي عندك ولا اي ذنب. ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنك، مش هيخلي في صحيفتك ولا اي ذنب. بس خد بالك ربنا مش هيغفر لك كل ذنوبك ومش هيخليك من ضمن الناس اللي هو هيغفر لهم كل ذنوبهم في ليلة النصف من شعبان لو انت كنت من الاثنين دول اللي سيدنا محمد قال عليهم. طب من دلوقتي بقى اعرف مين هم الاثنين دول عشان ما تكونش منهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. اديك انت لغايه دلوقتي عرفت دليل ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل ذنوبك في ليلة النصف من شعبان. كمل بقى بقيه الحديث عشان تعرف مين هم الاثنين اللي ربنا مش هيغفر لهم ذنوبهم الا مشرك او مشاحن. طب والمشرك وعارفين اللي هو يعني اعوذ بالله يعني نؤمن ان في اله تاني مع ربنا، واحنا الحمد لله موحدين بربنا لا اله الا الله وحده لا شريك له. مين هو بقى المشاحن؟ عشان في كتير قوي مننا ما يعرفش مين هو المشاحن وبيتلخبط اصلا مين هو المشاحن. خليني اقول لك، المشاحن هو الشخص اللي جوه قلبه حقد وغل وحسد تجاه اي حد، هو ده ببساطه اللي هو المشاحن. ايه اللي انت تعمله بقى في ليله النصف من شعبان عشان تكون من ضمن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لهم كل ذنوبهم وهيعفو عنهم ومش هيخلي عندهم ولا اي ذنب؟ ببساطه جدا هو انك انت ما تخليش في قلبك ولا غل ولا حقد ولا حسد تجاه اي حد، خلي قلبك صافي من تجاه اي شخص. عرف صحابك او عرف اي حد او خليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده عشان يعرف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل له ايه في ليله النصف من شعبان. وزي ما انت عارف انا عموره اللايف كوتش بتاعك.